يا مساء الفل والياسمين على كل اخواتي وحبايبي متابعين قناة قصص رعب عن العالم الخفي. النهاردة معادنا مع قصة مرعبة جديدة. القصة بعنوان خيزابيل. هتعرفوا تفاصيل أكتر من مرعبة لبنت حياتها اتحولت جحيم بسبب عشق من عالم الجن. وقبل ما نبدأ قصتنا ياريت تعملوا لايك، مش هياخد من وقتكم ثواني بس هيفرق معايا كتير، هيحسسني ان مجهودي بيتقدر وهو ده اللي انا طالبه منكم، وكمان هيحقق اكبر نسبة مشاهدة للفيديو. عملتوا لايك؟ طب يلا بينا نبدأ قصتنا. في البداية احب اعرفكم بنفسي. اسمي خديجة، 32 سنة، متجوزة من 8 سنين. جوزي اسمه عادل وعندي بنتين، روجينا 7 سنين وريتاج 5 سنين. حياتي كانت طبيعية جدا، كنت سعيدة جدا مع جوزي وأولادي. بس كل حياتي اتغيرت من سنة تقريبا، وقت دخول خزابيل حياتي وحولها جحيم. تعالوا نرجع مع بعض سنة فاتت من عمري عشان تعرفوا الحكاية من الأول بكل تفاصيلها. بدأت الحكاية لما أمي توفت، قلبي اتكسر من الحزن عليها. كنت بفضل طول الليل أبكي من الحزن على فراق أمي. في الوقت اللي كنت ببكي فيه وبكون لوحدي في الأوضة، كنت بحس إن في إيد بتطبطب عليا أكن حد بيواسيني. كنت بفتكر إنها روح أمي أو إن أنا بتهيألي. ومرت الأيام وفات 3 شهور على وفاة أمي. الحزن لسه موجود في قلبي بس الحياة استمرت. ودلوقتي هقول لكم على أقوى لحظات الرعب اللي عشتها عشان كان أول موقف أشوفه في حياتي. في يوم عادل كان في الشغل بالليل وروجينا وريتاج نايمين في الأوضة بتاعتهم، وأنا كنت نايمة لوحدي في أوضة نومي. في البداية كنت حاسة إن درجة حرارة الأوضة عالية جدا، ووقت لما فردت جسمي على السرير عشان أنام بدأت أحس بنفس قريب مني. أنا بدأت أقرأ المعوذتين عشان أعرف أنام. كنت بحاول إني مخوفش نفسي، وبالفعل قدرت أنام. وصحيت من نومي مفزوعة على إيد بتلمس جسمي. بفتح عيني وكنت فاكرة كابوس، لكن فقت على حقيقة مرعبة. شفت مخلوق شكله مرعب جنبي على السرير، لونه أسود ووشه من غير ملامح، وعينيه كانت لون الدم. مع أول صرخاتي اختفى المخلوق من جنبي. خرجت من الأوضة جري وأنا بصرخ، لقيت أولادي قاموا من النوم مفزوعين. خدتهم في حضني وأنا في قمة الرعب، وخرجت بره الشقة واتصلت بعادل وأنا منهارة تماما، وقلت له الحقني وأنا بصرخ. طبعا عادل ساب الشغل وبسرعة كان موجود، وشافني أنا والبنات قاعدين قصاد باب الشقة. فتح الباب بسرعة ودخل وشغل القرآن. بدأت أدخل الشقة وأنا مرعوبة، بس اللي كان مطمني إن عادل موجود معايا. وبعد لما قدرنا نهدي البنات ويدخلوا يناموا بدأت أتكلم مع عادل. قلت له والله العظيم شفت مخلوق شكله مرعب جنبي على السرير، كنت حاسة بنفسه قريب مني، وصحيت على إيده وهي بتلمس جسمي. وشه مفهوش ملامح غير عينيه بس اللي كانت باينة، ولونهم لون الدم. صدقني يا عادل والله العظيم شفته. عادل كان بيحاول يهديني ويقنعني إنه كابوس، وخدني ودخلنا اتوضينا وصلينا ركعتين لله، وفضلنا نقرأ قرآن لحد أذان الفجر، وبعدها صلينا الفجر. ودلوقتي وقت النوم، بس أنا كنت خايفة إن أنام بجد، بس صوت القرآن كان مطمني وقدرت أنام وعادل واخدني في حضنه. صحيت تاني يوم بس كنت حاسة إن كل اللي حصل امبارح كان مجرد كابوس ومش حقيقي، وبدأت أنسى مع الوقت. وفات شهر ومفيش أي حاجة ظهرت، وأنا حياتي مستقرة لحد اليوم المشؤوم. كانت الساعة تقريبا 1 بعد منتصف الليل. كنت قاعدة أنا وعادل بنتفرج على فيلم وكنا مبسوطين.
قمت أدخل المطبخ أحضر حاجة نشربها، وبفتح نور المطبخ شفت نفس المخلوق قصاد عيني. أنا مش فاكرة حاجة غير إني فضلت أصرخ بصوت عالي، ولما فقت لقيت نفسي على السرير، وعادل بيحاول يطمني عشان يفهم إيه اللي حصل. أنا عرفت إن هو دخل المطبخ على صوت صرختي، لأني وقع على الأرض فقد الوعي، شالني ونيمني على السرير وبدأ يفوقني. أنا أول حاجة قلتها له وأنا جسمي كله كان بيترعش: شفت نفس المخلوق المرعب يا عادل، والمرة دي أنا صاحية، يعني مش كابوس، دي حقيقة يا عادل وأنا خايفة أوي. ملامح عادل كانت بتقول إنه مصدقني. لقيت عادل بيقول لي: قومي لبس العيال وتعالي نروح نقعد مع بابا كام يوم ونشوف حل للمشكلة. ورحنا عند عم إبراهيم أبو عادل مع أذان الفجر، وبدأ عادل يحكي لعم إبراهيم كل حاجة. بعدها عم إبراهيم بدأ يقول لي: ادخلي نامي يا بنتي وما تخافيش، وبإذن الله الصبح هيكون ليها حل. أنا سمعت الكلام وقمت شغلت القرآن ونمت، والحمد لله نوم طبيعي بدون كوابيس. صحيت من نوم الصبح وحضرت الفطار واتجمعنا كلنا، وبدأ عم إبراهيم يقول لعادل: بعد الظهر إن شاء الله هتروح تجيب الشيخ عماد. أنا كلمته واتفقت معاه على كل حاجة، وإن شاء الله هيكون موجود ويكون سبب في حل المشكلة دي. ومع صوت أذان الظهر عادل اتحرك عشان يجيب الشيخ عماد، وبعد مرور ساعتين تقريبا عادل رجع وكان معاه الشيخ. وبعد لما سمع مني كل تفاصيل الحكاية بدأ بالقراءة عليا. أنا ما كنتش حاسة بأي حاجة غريبة غير إني بصة للشيخ عماد وعمالة أضحك ومش قادرة أسيطر على نفسي. وبعد الشيخ عماد ما خلص الرؤية لقيته بيقول لعم إبراهيم إن في جن عاشق خديجة، بس هو من النوع الطيار، وبإذن الله هنقدر عليه، بس لازم يكون في الشقة بتاعتهم. الشيخ عماد بعد ما خلص كلامه قام من مكانه ونزل، واتفقنا إن بكرة إن شاء الله هنروح كلنا الشقة. واليوم عدى تمام بدون مشاكل، وتاني يوم بعد الظهر رحنا الشقة وكان معانا الشيخ عماد. أنا سبتهم قاعدين ودخلت المطبخ عشان أحضر حاجة يشربوها، وأنا خارجة من المطبخ كان الشيخ عماد بيقرأ القرآن، وأول لما قربت منهم لقيت العصير وقع من إيدي بطريقة غريبة، وبعدها اتخشبت مكاني من الرعب. أنا شايفة المخلوق المرعب ده واقف ورا الشيخ عماد. حاولت أصرخ بصوتي بس مش طالع، والشيخ لسه بيقرأ، والمخلوق المرعب ده قرب من الشيخ عماد وخبطه على دماغه. الشيخ وقع على الأرض، وفي الوقت اللي عادل وعم إبراهيم بيحاولوا يشوفوا الشيخ كان المخلوق ده بيبص لي، وملامحه بدأت تظهر حاجة فعلا مرعبة، وصوت ضحكته المرعبة اللي محدش كان سامعها غيري. وبعدها بدأ المخلوق ده يتكلم بصوته المخيف ويقول: أنا خزابيل، محدش هيقدر ياخدك مني، أنا خزابيل ملك من ملوك الجن السفلي. في اللحظة دي كان صوت أذان العصر، واختفى خزابيل، وأنا من شدة الرعب وقعت على الأرض وفقدت الوعي. فقت، وكمان الشيخ عماد بقى كويس، وبدأت أقول لهم كل اللي شفته وكل اللي حصل للشيخ من خزابيل. الشيخ عماد قام من مكانه وقال لعم إبراهيم: الموضوع صعب، وبإذن الله يومين ولا حاجة أكلم أكتر من شيخ ونيجي كلنا نحاول نحل المشكلة. وبعدها خرجنا كلنا من الشقة ورجعنا بيت عم إبراهيم، وبدأت أحلم بكوابيس معظمها حد بيحاول يعتدي عليا جنسيا، بس الحمد لله بقدر أقاوم ومحدش عرف يلمس جسمي. بس بقيت أقوم من النوم في كدمات حمرا في كل حتة في جسمي وخرابيش كتير. وبعدها بيومين عم إبراهيم بيحاول يتصل بالشيخ عماد بس بيتهرب منه، وبعدها عادل راح للشيخ لحد البيت، وهنا الشيخ قال له الحقيقة إن هو مش هيقدر يساعدني، وإن بسبب إنه دخل في موضوعي
حصلت له مشاكل كتير خلال اليومين دول. ومن بعدها والأحداث بدأت تتطور، والرعب كل يوم بيزيد، وبقيت بموت في اليوم أكتر من مرة. المخلوق ده بدأ يظهر في شقة عم إبراهيم. مش بس كده، ريتاش بنتي شافته أكتر من مرة، وفضلت تصرخ وتقول عفريت يا ماما. أنا بقيت عايشة في جحيم، وبقيت بموت من الخوف لحد من بناتي يحصل له حاجة، لحد اليوم اللي لقيت عادل بيتصل بيا وبيقول لي إن معاه شيخ روحاني وجايين في الطريق. بعد لما قفلت التليفون حصلت حاجة غريبة. شفت خزابيل ظهر وبيضحك ضحكته المرعبة وبيقول لي مش هيجي، اللي انت مستنياه مش هيجي. وبعدها ضحك ضحكة مرعبة واختفى. بعدها بأقل من لحظات لقيت عادل بيتصل بيا وبيقول لي الروحاني ده مش هيقدر يجي عشان بنته عملت حادثة، وهنا كانت صدمة بالنسبة لي. عادل رجع من الشغل وقلت له على كل اللي حصل معايا من خزابيل، وعرفته ان انا عرفت ان الروحاني ده مش هيجي قبل حتى ما يتصل عادل. بعدها عادل كان بيطمني وبيقول لي بإذن الله ربنا هيقف معانا. اليوم عدى طبيعي، والليل دخل علينا، ودلوقتي وقت النوم. والطبيعي ان انا الفترة اللي فاتت اتعودت على الكوابيس المرعبة، بس اللي حصل النهاردة مش كابوس، دي حقيقة مرعبة. بعد ما دخلت في النوم شفت روجينا بنتي بترمي نفسها من البلكونة. انا قمت من النوم مفزوعة وانا بجري وبصرخ وبقول بنتي، وبسرعة جريت على البلكونة ولقيت عادل وعم إبراهيم بيجروا ورايا. دخلنا البلكونة ولحقنا روجينا بنتي، كانت فعلا هترمي نفسها. وبعد لما دخلنا كلنا قلت لهم أنا صحيت على كابوس، بس طلع حقيقي. البنات في خطر يا عادل، بناتي في خطر وممكن أي واحدة منهم تموت. شغلنا القرآن في البيت كله ومعرفناش ننام إلا لما النهار طلع. ومرت الأيام وشفت لحظات مرعبة كتير هتعرفوها بالتفاصيل في الحكاية، وشيوخ كتير اتدخلت بدون أي فايدة. دلوقتي هقول لكم على التفاصيل اللي حصلت مع تاني شيخ حاول يعالجني. كان اسمه الشيخ ممدوح، وكان جاي عن طريق واحد صاحب عادل. الشيخ ممدوح سمع كل التفاصيل، بعدها بدأ يولع بخور وفضل يقرأ على مية آيات من القرآن الكريم، وكان معاه مسك. وبعدها بدأ يقرأ عليا كتير وما حصلش أي حاجة. والوقت بدأ يفوت وكان لازم الشيخ يروح، بس قال إنه هيجي بكرة إن شاء الله. وخلص اليوم بسلام، ودلوقتي موعد النوم والكوابيس المرعبة. كنا نايمين أنا وعادل جنب بعض، وحلمت بنفس الكابوس. خزابيل واقف قصادي، بس كان معاه 2 حراس شكلهم مخيف جدا، وحاول يعتدي عليا وانا كنت بقاوم بذكر ايات الله. حتى بعد حراسه ما كانوا مكتفيني ايد ورجل، ما قدرش يعتدي عليا ولا يلمس حته من جسمي. وبعدها وقف قصادي وبدأ يتكلم بصوته المرعب وملامحه باين عليها الغضب، وقال لي انا اللي خليتك تلحقي بنتك قبل الموت، ودلوقتي هخليك تشوفي جوزك وهو بيموت قصاد عينك. واختفى فجأة. أنا صحيت من نومي مفزوعة، بفتح عيني لقيت خزابيل واقف ورا عادل وهو نايم وبيخنقه. عادل مش قادر ياخد نفسه، فضلت أصرخ وأقرأ قرآن لحد ما عم إبراهيم فتح باب الأوضة واختفى خزابيل. وعادل بدأ يقوم من النوم مفزوع وهو بيقول كنت حاسس إني بموت. أنا قلت له وأنا بعيط أنت فعلا كنت بتموت يا عادل، خزابيل كان بيحاول يخنقك عشان أوافق على اللي هو عاوزه، وقال لي هأذي جوزك وبناتك لو ما وافقتيش. أنا خايفة أوي يا عادل. رغم إن ملامح عادل كانت بتقول إن هو كمان خايف، بس كان بيحاول يطمني ويقول لي بإذن الله كله هيبقى تمام، والصبح إن شاء الله هتصل بالشيخ ممدوح. وفضلنا قاعدين من غير نوم. كنت واخدة البنات في حضني وعادل ماسك المصحف وبيقرأ قرآن، وعم إبراهيم كان هو كمان بيقرأ القرآن. والساعة 9 الصبح
اتصلنا بالشيخ ممدوح وفعلا وصل، بس زي امبارح بالظبط فضل يقرأ كتير وخزابيل ما حضرش وما حصلش أي حاجة، والشيخ يمشي من هنا ولا اتعذب طول اليوم. واستمر الحال أسبوعين، كل يوم الشيخ ممدوح يجي ويمشي من غير أي فايدة. وبعدها اعتذر الشيخ ممدوح وقال إنه مش هيقدر يحل المشكلة دي. وبعدها بكام يوم عادل جاب واحد دجال اسمه طارق. لحظة دخوله هي اللحظة اللي بسببها البيت كله اتحول جحيم. أول لما طارق دخل البيت فضل يرش مادة غريبة شبه الملح ويقول كلام غريب، وبعد 10 دقايق تقريبا خزابيل حضر هو والحراس اللي معاه، وبدأ طارق ده يتعذب قصاد عيني، بيتضرب في كل حتة في جسمه وعمال يصرخ ويقول خلاص هبعد هبعد بس ارحمني، وطلع يجري من الشقة زي المجنون. بعدها خزابيل بص وقال لي بصوته المرعب أنا قلتلك محدش هيقدر يبعدني عنك، بس انت شكلك مش هتصدقي غير لما حد من بناتك يموت. اللحظة دي من أصعب لحظات الرعب والفزع لينا كلنا. خزابيل ظهر للكل، البنات بيصرخوا وأنا واخداهم في حضني، وعادل بيقرأ القرآن، وعم إبراهيم بيقول أعوذ بالله من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وبعد لحظات قتلة من الرعب اختفى خزابيل، والكل دلوقتي عرف حجم المشكلة. في نفس اليوم بالليل اتفقت أنا وعادل إن عم إبراهيم ياخد البنات ويروح يقعد مع ميادة أخت عادل، وإحنا هنرجع الشقة ونحاول نحل المشكلة دي بعيد عن البنات عشان محدش فيهم يتأذي. ورجعنا البيت أنا وعادل، والشيوخ كتير جت على مدار 3 شهور بدون فايدة، وأنا وعادل بنتعذب ليل نهار. خزابيل بقى ظاهر طول الوقت وتهديداته بتزيد مع الوقت. بقيت أشوف عادل جوزي شكله مرعب، بقيت أخاف أبص في وشه، والمرض بدأ ياكل في جسمي. بس الحمد لله رغم كل ده لسه خزابيل ما قدرش يملك جسمي ولا يلمسني. وكان في حل بالنسبة ليا ضعيف، إن أعرض مشكلتي على مواقع التواصل الاجتماعي وأطلب لو حد يقدر يساعدني. وعلى مدار شهرين تعليقات كتير، وناس كتر خيرهم حاولوا يساعدوني ومعرفوش، وناس تانية كنت أنا السبب إنهم اتأذوا. أنا كنت قربت أضعف وأنا بشوف كل حياتي جحيم والمرض بياكل فيا بالبطيء. أنا فعلا كنت بموت بالبطيء. عارفين مجرد إنك تحس إنك عايش بتتعذب وبتستنى الموت، أو إنك عايش وحد تاني بدأ يتحكم في كل تصرفاتك، ده لوحده شعور كفيل إنه يقتلك نفسيا ويخليك تفكر تموت نفسك. بدأت حياتي تتدهور للأسوأ، وخزابيل سكن جسمي وبقى يتحكم في معظم تصرفاتي، وبدأت في الانهيار. كنت بشوف عادل بشكل مقرف، وكان كل ما يحاول يلمسني كنت بقوله ابعد عنها وإلا هموتك. والله العظيم ما كنتش أنا اللي بتكلم، كنت ببقى حاسة بكل حاجة، بس خزابيل متحكم في كل تصرفاتي. بس الإحساس اللي قتلني لما عادل جاب البنات عشان أشوفهم وأقعد معاهم شوية يمكن أتحسن، لقيت بناتي خايفين يقربوا مني وبيبصولي وبيصرخوا. أنا كل حاجة بتضيع مني، صحتي بناتي جوزي، ضعفت بجد ضعفت، وحاولت انتحر أكتر من مرة بس كنت بفشل في كل محاولات الانتحار. ومع الوقت كنت بحس بسخونة غريبة في أماكن كتير من جسمي، بعدها بثواني بتبقى الصدمة أنا جسمي بيتحرق. خزابيل بيحرقني في كل حتة في جسمي، عشان لحد دلوقتي أنا لسه مصممة إنه ما يمتلكش جسمي. والنهاردة كان آخر تحذير من خزابيل، وقال لي لو فضلت رافضة جسمي يبقى ملكه هيكون سبب
في موت واحدة من بناتي، ولو فضلت مصممة هيموت بنتي التانية. أنا سمعت كده فضلت أصرخ، وعادل جري عليا وفضل يقرأ القرآن، وأنا بقول له هيموت روجينا وريتاج يا عادل. بس عادل كان لسه مستمر في قراءة القرآن، وفجأة خزابيل حضر وبقى بيتكلم على لساني، وقال لعادل بصوته المرعب: هموتك انت وبناتك لو ما بعدتش عنها. الغريب ان عادل ما كانش خايف، وكان بيرد بكل ثقة وبيقول له: انت اللي هتبعد بإذن الله، ومش هتقدر تأذينا، اكيد ربنا هينصرنا. خزابيل بيضحك ضحكته المرعبة، والإضاءة بدأت تترعش، والشبابيك بتتخبط، وبعدها الإضاءة اتطفت. كانت الأجواء شبيهة لأفلام الرعب. فجأة خزابيل مشي والإضاءة اشتغلت تاني. معرفش ازاي لقيت عادل مرمي على الأرض ودماغه بتنزف دم. وبعدين عادل بقى كويس والنزيف وقف. بدأت أتكلم معاه وأقول له: روح يا عادل عيش مع البنات وحافظ عليهم، وسيبني أنا أواجه نصيبي. أنا عارفة إن كده كده آخرتي الموت. في اللحظة دي كنت بدأت أستسلم، وكنت بفكر أوافق على طلب خزابيل وأضحي بنفسي عشان بناتي ما يتأذوش. بس عادل كان مصمم إنه هيفضل جنبي، وكان بيقول لي محدش هيقدر يأذي البنات، ربنا أكيد هيحميهم، ومهما حصل أنا مش هسيبك يا خديجة. وفجأة تليفون عادل بيرن. في اللحظة اللي كان عادل بيتكلم في التليفون أنا كان قلبي مقبوض، مش عارفة ليه. عادل قال من جنبي مش عاوزني أسمع المكالمة. أنا شكيت إن حد من البنات حصل له حاجة. عادل خلص المكالمة ورجع قعد معايا. أنا سألته: هو في حد من البنات حصل له حاجة؟ والمكالمة دي من مين يا عادل؟ عادل قال لي: البنات بخير، والمكالمة دي من واحد صاحبي، هنزل أقابله بعد ساعتين، هاخد منه حاجة وهرجع بسرعة، وعاوزك تخلي بالك من نفسك على ما ارجع. وبعد ما عدى ساعتين عادل نزل يقابل صاحبه، بس أنا قلبي ما كانش مطمن. وبعد نزول عادل بربع ساعة خزابيل ظهر وكان بيهددني إن بنتي هتموت دلوقتي لو ما وافقتش على طلبه. كان واقف قصادي، شايفة ملامح الغضب على وشه المرعب، وزاد غضبه لما رفضت. ضربني بإيده ضربة قوية وقعت على الأرض، مسكني من رجلي وفضل يسحبني لحد أوضة النوم ووقفني قصاد المراية. اللحظة اللي وقفت فيها قصاد المراية كانت بالنسبة لي أكتر لحظة مرعبة. أنا شفت نفسي في المراية بس ملامحي متغيرة. أنا شايفة واحدة عجوزة ملامح وشها مرعبة، ويدوب عدت ثواني وشفت الحاجة اللي خلتني أوافق أسلم جسمي الخزابيل. أنا شفت ريتاج بنتي في المراية، وواحد من حراس خزابيل حاطط على رقبتها سكينة. فضلت أصرخ وأقول له: بنتي لأ، بنتي لأ يا خزابيل، هنفذ لك كل اللي أنت عاوزه بس سيب بنتي تعيش. خزابيل ضحك بصوت مرعب وقال لي: نامي على السرير. أنا سمعت الكلام ورحت نمت على السرير، ودي كانت لحظة الانهيار والاستسلام. قررت أضحي بنفسي عشان بنتي تعيش. وخزابيل بدأ يقرب مني بملامحه المرعبة وبقى واقف قصادي، وقبل ما يلمس جسمي كان عادل بيفتح الباب. خزابيل اختفى بسرعة، وأنا من الصدمة اللي شفتها فقدت الوعي. أنا بعدها بدقايق فتحت عيني، لقيت عادل واقف قصاد السرير، ومعاه راجل كفيف دقنه كبيرة وملامح وشه كلها طيبة. بس مش عارفة ليه أنا كل ما أبص للراجل ده بحس بخوف. قبل لما أحكي أهم جزء في قصتي هعرفكم على الراجل الكفيف ده. اسمه الشيخ دياب، معالج بكتاب الله. والغريب في الشيخ دياب رغم إنه كفيف بيتحرك في كل مكان زي ما يكون شايف كل حاجة. أول كلمة قالها الشيخ دياب: بسم الله الرحمن الرحيم، احضر أيها الملعون، وضربني بالسبحة اللي كانت في إيده على دماغي. رغم إن الضربة كانت ضعيفة بس كنت حاسة إن حد ضربني بمطرقة على دماغي. في أقل من ثانية واحدة لقيت خزابيل حضر على جسمي وبينطق على لساني وبيقول: أنا قلت لكم محدش هيقدر يبعدني عنها، أنا خزابيل،
ملك من ملوك الجن السفلي، وغضبه كان شديد. وفي خلال لحظات شفت مخلوقات كتير شكلها مخيف ومرعب واقفين ورا عادل والشيخ دياب. الغريب إن الشيخ دياب كان شايفهم كلهم وما كانش خايف، بالعكس كان واثق من نفسه جدا، وبدأ يقول آيات من القرآن الكريم وفضل يكررها أكتر من مرة. وبعدها بلحظات أنا شفت النار في كل مكان في الأوضة بتاعتي، وجسمي كله كان عمال يترعش من الخوف. المخلوقات المخيفة دي بتحاول تهرب من كل مكان بسبب النار. وبعد دقايق كل المخلوقات المرعبة اختفت، بس خزابيل لسه موجود وغروره خانه ولسه مصمم إن هو الأقوى. لقيت الشيخ دياب بيقول له اخرج من هذا الجسد وعاهدني ألا تعود مرة أخرى وإلا ستحرق أيها الملعون. خزابيل بكل غرور هقتلها قصاد عينك لو حاولت تأذيني. وفعلا بدأت أنزف دم من جسمي وكل حتة في جسمي كانت بتوجعني. خزابيل كان بيضربني بقوة. الشيخ دياب بيضربني بالسبحة وهو بيقول آيات من كتاب الله، وبدأ يكررها أكتر من مرة. بدأت أحس إن نار جهنم مسكت في جسمي. بعدها بلحظات لقيت خزابيل متكتف بسلاسل من نار واتسحب من جسمي وبقى مرمي قصادي على الأرض. رغم قوة خزابيل اللي بسببها حياتي تحولت جحيم، لكن دلوقتي هو قصادي مذلول ضعيف وكان بيقول لي أنا بحبك يا خديجة. فجأة الشيخ دياب بيقول عاهدني أيها الملعون إنك مش هتعود للجسم ده تاني وإلا هتتحرق. خزابيل مش هقدر أسيبها، أنا بعشقها، مش هقدر أسيبها، ارحمني، ما تسيبهوش يحرقني يا خديجة، أنا بحبك وهحقق لك كل اللي انت عاوزاه، ما تسيبهوش يحرقني. الشيخ دياب بصوت عالي لآخر مرة أيها الملعون عهدني إنك هتخرج من الجسم ده ومش هتعود، وارحل في سبيل الله وإلا حرقتك بفضل الله. لكن الغريب لسه خزابيل بيعاند وبيرفض الرحيل. الشيخ دياب بدأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. وبدأ يكررها وبدأت أسمع صرخات خزابيل وأشوفه وهو بيتحرق قصاد عيني، وأشوف نهاية للجحيم اللي عشت فيه. بعد موت خزابيل أنا فضلت أقول الحمد لله الحمد لله على كل شيء. وبعدها الشيخ دياب بدأ يقول لعادل انتم هتضيفوني عندكم 3 أيام عشان بفضل الله أحصنكم وحصن البيت وبناتكم بحسن الله المنيع. أنا رغم إن الحمد لله بقت كويسة، بس ال3 أيام اللي الشيخ دياب كان معانا فيهم أنا شفت حاجات كتير وتعلمت حاجات أكتر. كنت بشوف في أحلامي شيوخ كتير بتذكر ربنا بس، والحلم ده اتكرر كل يوم خلال ال3 أيام اللي كان فيهم الشيخ دياب. بشوف مخلوقات مرعبة بتحاول تقرب مني، وكل لما حد منهم يقرب كان بيتحرق. وتعلمت من الشيخ دياب يعني ايه معنى ان ارتضي بقضاء الله، ويعني ايه اوهب حياتي لطاعة ربنا واتمسك بكتاب الله. رغم ان الشيخ دياب كان كفيف، ربنا كان جعل في قلبه بصيرة تخليه احسن من اللي شايفين بعيونهم. واخر محادثة قبل ما الشيخ دياب يختفي، ايوه ما تستغربوش، الشيخ دياب اختفى فجأة. واخر محادثة ليه كان بيقول لي انا يا بنتي محدش قال لي انك معشوقة من الجن، انا شفتك في رؤيتي وجيتلك بروحي مش بجسمي. وبعدها اختفى الشيخ دياب من قصادي انا وعادل. انا كنت هتجنن، انا كنت مفكرة ان عادل لما نزل كان بيجيب الشيخ دياب، بس عرفت من عادل ان سبب نزوله كان بيقابل واحد صاحبه بيستلف منه فلوس عشان الفترة الكبيرة اللي قعدها من الشغل، وهو راجع قابل الشيخ دياب على باب البيت. وان الشيخ دياب هو اللي وقف عادل وقال له يا ابني انت مراتك مصابة بعشق من الجن، وبإذن الله ربنا بعتني عشان اكون سبب شفاها. وطلع معاه الشقة في الوقت المناسب قبل ما خزابيل يلمس جسمي بعد ما استسلمت. ومن بعدها الحمد لله
حياتي استقرت وبقيت عايشة عادي البنات في أحسن حال وملتزمة بطاعة ربنا. بس لحد النهاردة مش عارفة الشيخ دياب ده من الإنس ولا من الجن ولا جندي من جنود ربنا. وبكده نبقى وصلنا مع بعض لنهاية القصة، ويا رب تكون عجبتكم. بس يا ترى الشيخ دياب ده من الإنس ولا من الجن ولا جندي من جنود ربنا؟ هستنى رأيكم في التعليقات. ويا ريت لو نسيت تعمل لايك في أول الفيديو قدر مجهودي وانزل اعمل لايك. ويا ريت تشارك القصة مع أصحابك عشان قناتنا تكبر بدعمكم انتم. ولو انت أول مرة تسمعني وعجبتك القصة اوعى تنسى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل القصص الجديدة. إلى اللقاء في قصة جديدة. كان معكم أخوكم شريف شيكو. دمتم سند يا أصحابي. السلام عليكم.